السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده وصفة جديدة وغدا جديد كده ايه، حاجات من اللي احنا بنحبها بقى، اكلات شعبية وحاجات كده على القد. هنعمل النهارده ان شاء الله وصفة حلوة قوي للبطاطس، وكمان هنعمل مسقعة، هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بس يلا حطوا لنا كده بقى لايك للفيديو، وما تنسوش تشتركوا في القناة. ويلا كده نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ونبتدي. انا هنا جبت معايا البتنجان اللي هو الرومي ده. هقطعه كده، هتقطعيه زي ما انت عايزه بالطول، عايزاه مدور براحتك. انا عشان ما يبقاش كبير قوي عندي فبقطعه كده لنصين، وساعات بعمله مكعبات بيبقى حلو برضو جدا، وكمان مش بيشرب معاكي زيت. تمام. احنا بقى هنعمل حاجه حلوه قوي عشان ما يشربش معايا زيت خالص. انا ابتديت فيه اول حاجه كده، مش هيسمر مني ولا اي حاجه، بس ابتديت فيه الاول علشان ابتدي ان انا احط له رشه من الملح، وهسيبه يتصفى ينزل كل الميه واللي هي بتخليه يسود وكده، وبيشرب معايا زيت. فلما اسيبه شويه هينزل كل الميه دي. تمام. بس كده قطعناه، وبعدين هرش عليه كده معلقه حلوه كده من الملح، وهسيبه على جنب. طبعا دي مصفى، انا احط تحتها صينيه عشان تصفي الميه اللي فيها. وبس كده هنركنه على جنب. انا ابتديت في ايه، ابتديت ان انا اجهز كل حاجه كده جنبي في الاول، ولما اشتغل على طول. جبت عندي البطاطس دي، بطاطس اللي هي فيها نقطه حمراء كده، اللي هي بتاعه التحمير، بتبقى حلوه جدا. انا مش بجيب غير دي، سواء هنعملها طبيخ، هنعملها قليه، هنعملها اي حاجه، مش بجيب غيرها. بتبقى حلوه بصراحه جدا وماسكه كده، حتى لو عملتيها طبيخ بتبقى متماسكه كده وحلوه. هبتدي بقى ان انا اقطع البطاطس بتاعتي كده مكعبات، علشان مش هاسيبها، مش هاعملها اللي هي الصوابع في المسقعة، هاعملها مكعبات كده صغيرة وهنقليها، وهاحطها برضو معايا مع البتنجان. تمام كده. قطعتهم وهرش برضو عليهم رشة من الملح وشوية مية، وهركنهم على جنب. عندي بقى الثلاث بطاطسايات دول هنعمل بيهم وصفة حلوة جدا. بس قلت عقبال ما احنا آه، هنعمل الوصفة يعني التانية دي، هنبتدي ان احنا نشغل بقى جنبنا البوتاجاز. هحط عندي البتنجان، حطيت طبعا، انا عاملة الصينية دي علشان تكون واسعة، بحتاجها لما اكون عندي ايه، هقلي مثلا كميات كبيرة ومش عايزة اخد وقت. فانا عندي هقلي بدنجان وهقلي بطاطس وهقلي بطاطس تاني صوابع علشان ابني، وهنعمل كذا حاجة يعني. فقلت لازم ايه، احط بقى الصينية دي، وحطيت طبعا فيها زيت كتير كده. وبعدين هنبتدي ان احنا نعمل الطماطم للمسقعة. جبت عندي كده معلقة من السمنة على معلقة من الزيت، وحطيت معلقة من الثوم المفروم، وحطيت معاهم قرن فلفل حامي. قطعته وحطيته كده زي ما هو. وبعدين هحط بقى عندي شوية كزبرة كده للثوم، كزبرة ناشفة، وشوية من البابريكا، وهنزل عندي على طول بالطماطم بتاعتي. تمام كده. هنسيب بقى الطماطم تاخد راحتها خالص وتتسبك، وهحط لها الملح والفلفل. ولو عايزه تحطي شطه تمام، عايزه تحطي اي توابل براحتك، بس انا مش هحط غير كمون وملح وبابريكا بس. وهسيبها بقى ايه، تتسبك كده مع نفسها، ونقلي بقى بقيه البتنجان. تمام. اهو حطيتي حاجه غير الكمون والبابريكا والملح، والقلب وهغطيها. هنا بقى البتنجان بتاعي اهو خلاص، كان خد اللون، وبقلبه على الناحية التانية. وبعدين هحط البطاطس عندي برضو، وبعد كده هوريكم بقى الوصفة اللي احنا هنعملها للبطاطس. عملت وصفة كده سهلة جدا، مش تاخد معاكي بالظبط 5 دقايق، حلوة جدا وطعمها حلو قوي. وتاكليها كده بالعيش بقى، تغمسي كده وتشبعي، وحلوة قوي لو عملتها هي لوحدها. تمام. ايه هي الوصفة؟ زي ما قلت لكم، عندي البطاطس اللي انا خليتهم في الاول دول، هقطعها شرايح صغيرة، شرايح بسيطة خالص، عارفين اللي هي شرايح يعني، لا هي شيبسي ولا هي تخينة، يعني اللي هي اتخن من الشيبسي بحاجات بسيطة يعني. تمام. اقطع بقى الثلاث بطاطسات اللي عندي او الاتنين براحتك، الكمية اللي انت عايزاها. اقطعها بنفس ايه السمك اللي انا وريتهولك ده. تمام كده. وبعدين هحطها برضو في شوية ملح وشوية مية، وهقليها على طول. وبعدين وهي بتتقلي، طبعا بقى هنا هنجهز التتبيله اللي انا قلت لكم عليها بتاعتها. عندي كده كام فص من الثوم، فصين 3 من الثوم، عليهم قرن فلفل سواء انت عايزاه حامي او بارد.
أنا جِبت ده بارد، ده حطيته قُلت عشان لو الولاد هياكلوا معايا منها ما تبقاش شطة يعني وحراقة وكده تمام. حطيت بقى قرن الفلفل بتاعي أهو، وجِبت كمان هتجيبي خضار يا إما بقدونس يا إما كزبرة عادي أي حاجة، أنا كان عندي الكزبرة دي بتبقى حلوة جدًا، قطّعتها كده حبّة صغيّرين خالص، قطّعتهم كده وهادقّهم بقى في الهون وبعدين نحُط عليهم التتبيلة بتاعتنا. طبعًا أنتِ لو عندِك قصدي كَبّة، شغّليهم في الكَبّة على طول، حُطّي التوم والفلفل والخضار وحُطّي التوابل بتاعتِك وكل حاجة واضربيهم ضربة في الكَبّة، تمام كده. حطّيت بقى عندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة سِنّة بابريكا وكمان هاحط سِنّة شطة، وحطيت مثلًا حاجة بسيطة كده من الزيت عشان تدّيني لمعة للتتبيلة بتاعتي، وحطينا معلقة خل، تمام كده. هنقلّب بقى كل ده، وكمان هاحط عليهم عصرة ليمونة، وبس كده هتبقى دي التتبيلة بتاعتنا. أول ما البطاطس تطلع ال من الزيت عندي تبقى سخنة جدًا، هانزل عليها بالتتبيلة دي، هتبقى خطيرة جدًا وطعمها حلو أوي، عارفين اللي هي حاجة حرشة كده تتاكل تتغمس بالعيش وتبقى حلوة أوي. هنا هانزّل بقى عندي البطاطس أهو أقليها، ف باقليها كده باحطها واحدة واحدة علشان ما يلزقوش في بعض. وبعد ما خلاص استوت معايا أهي زي ما إحنا شايفين، هاجيبها بقى وأتبّلها كده معايا في التتبيلة اللي إحنا عملناها لها دي، طعمها حلو جدًا. وزي ما باقول لِك أنا كنت عاملاها على أساس مثلًا أنا اللي هاكل منها، لأ الولاد حبوها كمان وأكلوا منها كانت جميلة أوي، مقرمشة وعليها تتبيلة كده وحلوة. تمام كده أهو، ده شكل الطبق بتاعنا أهو اللي أنا قُلت لكم عليه، شكلها حلو جدًا وكمان طعمها أحلى. هنا بقى خلاص بعد ما كانت التسبيكة بتاعتي الطماطم أهي اتسبكت، شايفين الزيت بتاعها والسمنة طلعت على الوش كده، شكلها حلو أوي واتسبكت حلو جدًا وضبطت لها بقى ملحها وحاجتها. هننزل عندي بالبتنجان بتاعي، وبعدين هانزل بالبطاطس وأقلبهم تقليبة بسيطة خالص، وياخدوا غلوة كده مع بعض وكده تمام. المسقعة بتاعتنا جاهزة. عايزة بقى تحطي لها قرن فلفل حامي في الآخر، عايزة تزودي أي حاجة تانية براحتك. أنا حطيت كده وبعدين حطيت قرن فلفل من عندي شطة وخلاص على كده. هنا بقى كان عندي كده بيضتين مسلوقين، فقُلت كده أعمل فيهم شكل كده علشان الولاد ياكلوهم، إحنا كانوا باقيين من الفطار. قطّعتهم كده حلقات ورشّيت عليهم رشّة من الملح ورشّة من الفلفل، وعايزة أقول لكم إن التغيير البسيط ده خلّاها اتاكلت وإحنا قاعدين، مع إن ما كانوش راضيين ياكلوها الصبح. تمام كده. كده معانا أهو البيض وكمان البطاطس، وقليت بطاطس تاني صوابع، وهنغرف بقى المسقعة، وكمان لو عندِك جبنة وكان عندي طبعًا إيه، قطّعنا كده بطيخ وآدي الغدا زي الفل، بألف هنا والحمد لله على كل حال. وكمان أنا باحب الأكلات دي جدًا عن أي حاجة تانية والله. فده كان فيديو النهارده كده، فيديو سهل وبسيط وريتكم الوصفة الجديدة بتاعتنا. ويالّا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده قولوا لي عايزين إيه تاني وأنا أعمله لكم. أسيبكم بقى مع الجمال والحاجات الحلوة دي وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.